المغربي للقضية الفلسطينية وليس ما يحصل في فلسطين. نحن نتكلم عن هذا النظام، هل خدم القضية الفلسطينية؟ هل أعان القضية الفلسطينية؟ هل نصر الشعب الفلسطيني أم لا؟ أما أن نتكلم عن ما يحصل في فلسطين فهذا موضوع آخر، سيكون شأن فلسطيني. نتكلم عن فلسطين في الداخل، نتكلم عن فتح وعن حماس وعن الانقسام وعن التكاتل الداخلي وعن تشتيت الشعب الفلسطيني وتشرذم واستفراد إسرائيل بالاستيطان وبهدم المناطق وبقسم الأراضي وبتهويد القدس. ممكن نتكلم في المسائل هذه إذا كان الموضوع فقط القضية الفلسطينية، ولكن الموضوع كان عن النظام المغربي، النظام الملكي في المغرب، ما تقدم، هل فاز القضية الفلسطينية أم لا؟ يا أخي قبل شهرين السفير الفلسطيني في الرباط انتقد أداء لجنة القدس فطرد. هذا السفير الفلسطيني في الرباط انتقد فقط مجرد انتقاد لأداء لجنة القدس فطرد. فهذه خدمة القضية الفلسطينية. مسألة أخرى أخي، 800,000 يهودي مغربي يقيمون في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية. المغرب هو البلد الوحيد الذي لم يسقط الجنسية المغربية عن اليهود الإسرائيليين. هل تعلم؟ كل اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين من اليمن ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن مصر ومن تونس، كلهم أسقطت عنهم الجنسية العربية لأنهم أخذوا الجنسية الإسرائيلية. إلا المغرب لم يسقط عنهم الجنسية المغربية، ولا زال المغاربة اليهود لحد الآن يأتون إلى المغرب معززين مكرمين وحاملين للجنسية الإسرائيلية. وإذا نظرت في قيادة الليكود واليهود المتطرفين في إسرائيل تجد أصولهم مغربية. يهود باراك مغربي، أصله مغربي، يهود باراك مغربي. ديفيد ليفي مغربي، هو مغربي أبا عن جد. عمير بيريز مغربي. ومن يحتل القيادات في إسرائيل ويحكم إسرائيل وينكد بالشعب الفلسطيني ويقتل الشعب الفلسطيني في غزة الذي أنت تدافع عنها، قيادات الجيش هم يهود مغاربة، ويسمح لهم المغرب بأن يأتوا ويستثمروا في المغرب ويتمتعوا بالسياحة وبالبلد الجميل في المغرب. هل هكذا يخدم النظام العلوي الفلسطينيين بأن يسمح لليهود الإسرائيليين التي أصولهم مغاربة بأن يقتلوا الفلسطينيين ويأتوا إلى المغرب معززين مكرمين لهم كل الحماية والأمن؟ هكذا يخدم هذا النظام القضية الفلسطينية وتلوم مصر؟ فلنلوم هذا النظام فقط الذي لم يسحب حتى الجنسية المغربية. كيف يتشرف المغربي بأن يكون مغربي منه حتى لو كان يحمل الجنسية اليهودية أن يحمل جنسية إسرائيلية؟ كيف يرضى هذا النظام؟ تأكد أخي الكريم في اجتياح بيروت لبنان في 82، أقسم بالله أنا كنت في بيروت، من كانوا على ظهور الدبابات كانوا يتحدثون اللهجة المغربية. الإسرائيليين في اجتياح بيروت 82 وحصار بيروت ل 88 يوم، الذين كانوا على ظهور الدبابات يتحدثون اللهجة المغربية. ارجع إلى التاريخ والمقالات وابحث في الانترنت ستجد أن الإسرائيليين اليهود المغاربة هم من شاركوا في حرب في اجتياح بيروت 82. هكذا تنصر القضية الفلسطينية؟ هذا تسميه نصر للقضية الفلسطينية حين يسمح هذا النظام المغربي بأن يكونوا اليهود المغاربة حملت الجنسية الإسرائيلية. يهودي مغربي يحمل جنسية إسرائيلية، هذه إساءة للمغاربة أصلا، هذه فيها إساءة للمغاربة أن يأتي مغربي يحمل جنسية إسرائيلية إلى المغرب وله كل الحرية، حرية المواطن المغربي. ولا زال حتى اليهود المغاربة في إسرائيل، يهود المغاربة في إسرائيل ملتزمين بكل العادات والتقاليد المغربية، ولا زالوا حتى يحتفظون بصور حسن الثاني في بيوتهم وحتى في زيهم وملبسهم، ويروحوا ويذهبون ويأتون. حتى في حرب 73 أخي، حرب 73 هرب اليهود من فلسطين حين قامت الحرب 73. 90,000 استقبلهم المغرب، هربوا خوفا من دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، ظنا منهم بأن العرب سيحرروا فلسطين. هرب 90,000 إلى المغرب واستقبلهم المغرب. هؤلاء اليهود الإسرائيليين المغاربة استقبلهم. هكذا تنصر القضية الفلسطينية. تلك الأموال التي يستثمرها اليهود المغاربة في إسرائيل يستثمرونها في الدار البيضاء وفي فاس وفي كل هذه المناطق التي هي بالأساس أصولهم وجذورهم. ألا تعد إلى إسرائيل؟ ألا يذهبون بأموالهم إلى إسرائيل وإلى الجيش الإسرائيلي وإلى خزانة الدولة الإسرائيلية التي تقتل وتفتن وبالشعب الفلسطيني؟ أليس هناك 11,000
أسير فلسطيني، ماذا قدم نظام المغرب لهم؟ سمح لهم بأن يحتفظوا بالجنسية المغربية